وما قدرتش تفهم الكلمتين دول كويس دلوقتي، صدقني مش هتعرف تكمل حياتك، وهيكرهوك في كل حاجة حلوة فيك وكل الخير اللي بتحاول أو هتحاول تعمله. في بعض الناس في حياتك بيتمنوا يقطعوا عنك الهوا، مش كرها فيك، ولكن بس لمجرد انهم شايفينك بتتنفس بحرية، لانك لما ساعدتهم شافوا في ده تهديد، ما شافوش فيه تسخير ربنا سبحانه وتعالى ليهم. لانك لما مديت لهم ايديك النور ده كشف عتمتهم، وضح لهم انهم عايشين مجرد ظل مش احرار زيك. خد بالك كويس، لانك عدوهم مش علشان اذيتهم، ولكن علشان حاجة بسيطة جدا. هم اخدوك عدو لانك لما ساعدت ولما كنت موجود علشانهم كشفت حقيقتهم وضعفهم واحتياجهم قدام نفسهم. فرحب بالدرس، وقبل ما يقضوا على نورك واللي باقي منه ابعد عنهم وحافظ على اللي باقي. ما تزعلش وتعلم الدرس، وخليك فاكر انك زي ما كنت اختبار ليهم هم كمان كانوا اختبار ليك. وتأكد انهم ما كانش ينفع يعملوا اي حاجة تانية غير كده، لان هو ده المتوقع، علشان يثبتوا لنفسهم انهم مش مديونين لك بأي حاجة، ولا عليهم جميل لازم يترد حتى لو انت ما طلبتش بأي حاجة. خليك دايما فاكر ان بعض الناس من كتر ما هم عايشين في الضلمة بيعيشوا دايما يشتكوا ويتمنوا شعاع نور، واول ما الشمس تطلع كل اللي بتسمعه منهم ياه ايه الحر ده. فخد بالك من نورك كويس. سلام.